في عالم يوجيو في 3 أوراق حرفيا خرافية مرعبة وبتحمل قوة من عالم تاني. أوراق الآلهة المصرية سلايفر التنين السماوي، أوبليسك المعذب، والتنين المجنح رع. وصدقني لو قلتلك إن وراء ال3 أوراق دول أسرار محدش كتير يعرفها، أسرار ممكن تغير نظرتك ليهم تماما. يلا نبدأ بأول ورقة، أوبليسك المعذب، ده أوبليسك ذا تورمنتور. الورقة الزرقاء دي شكلها لوحده يخوف. أوبليسك مش بس وحش ضخم، ده حرفيا تجسيد للغضب الإلهي. قوته غير محدودة طالما عندك التضحية المناسبة. في الأنمي كايبا استخدمه كرمز للقوة والسيطرة، قدر يدمر وحوش مهما كانت قوتها بضربة واحدة. وأكتر حاجة مرعبة إن أوبليسك هو الإله الوحيد من ال3 اللي فعلا دخل معركة حقيقية ضد جيش كامل في الماضي ودمره بالكامل. ده غير إن الورقة نفسها في الحياة الواقعية كانت ممنوعة من اللعب لفترة طويلة علشان قوتها. سلايفر التنين السماوي، سلايفر ذا سكاي دراجون. الورقة الحمراء دي مش بس شكلها قوي، دي كمان عندها قدرة خارقة بترتبط بعدد الكروت اللي في إيدك. كل ما عدد الكروت يزيد سلايفر بيقوى أكتر، وعنده قدرة خارقة، أي وحش ينزل على الملعب بيتدمر لحظيا. يوجي استخدم سلايفر في كذا معركة مصيرية وأثبت إن الورقة دي مش بس قوية، دي لا تقهر. بس السر الحقيقي إن سلايفر هو أكتر ورقة فيهم بتمثل الذكاء والتخطيط، لأنه بيعتمد على استراتيجيتك مش بس على القوة الغاشمة. أما الورقة الأخيرة فهي التنين المجنح رع، ذا وينجد دراجون اوف را، ودي تعتبر أخطرهم كلهم. ليه؟ لو إن رع مش بس ورقة، دي كيان بيتم استدعائه بطقوس خاصة. في الأنمي مالك استخدمها لتدمير كل أعدائه، والرعب اللي كانت بتسببه في قلوبهم مش طبيعي. رع عنده قدرة التحول لشكل اسمه رع فينيكس، وده بيخليه لا يقهر فعليا. غير كده عنده قدرة يخلي نقاط حياة خصمه صفر بضغطة زر. وخليني أقول لك معلومة مهمة، في بعض النسخ القديمة من الورقة النص اللي مكتوب عليها مش بيتقري، لأنه أصلا مكتوب بلغة قديمة خيالية مستوحاة من الهيروغليفية، وده بيرمز لقوتها اللي البشر مش قادرين يفهموها بالكامل. ال3 أوراق دول مش بس أقوى أوراق ظهرت في يوجيو، دول كمان رمز للقوة المطلقة في السلسلة، وكل واحد منهم بيمثل حاجة. أوبليسك بيمثل القوة الجسدية والتدمير، سلايفر بيمثل الذكاء والتحكم، ورع بيمثل السيطرة والقدرات الإلهية. ولو تفتكر مش أي حد كان يقدر يتحكم فيهم، بس يوجي، كايبا، ومالك قدروا يمسكوا الأوراق دي لأنهم كانوا المختارين، وارتبطت أرواحهم بقوة الفراعنة القدام. وفي جزء من السلسلة اتضح إن ال3 أوراق دول مش مجرد كروت، لكنهم أرواح حقيقية لآلهة من العصور القديمة اتحبست في شكل بطاقات، وكان لازم يتم إرجاعهم للعالم الآخر عشان التوازن يستمر. وده بيأكد إن يوجيو مش مجرد لعبة، دي أسطورة كاملة مبنية على تاريخ وخيال وأسرار، والأوراق دي كانت مركز القصة. وفي النهاية لازم نسأل سؤال، هل فعلا أوراق الآلهة المصرية هي الأقوى في كل تاريخ يوجيو، ولا في أوراق تانية قدرت تنافسهم؟ اللي نعرفه إن أي ورقة تقدر تواجه الآلهة لازم تكون خارقة، وده نادر جدا. بس خليني أقولك، رغم كل التحديثات والسلاسل الجديدة، دايما ال3 أوراق دول ليهم هيبة مختلفة، لأنهم بداية الأسطورة وأصل القوة وجوهر التحدي. ولو وصلت لحد هنا فأنت من الناس اللي فعلا بتحب يوجيو، فاكتب لي في التعليقات إيه أكتر ورقة من الآلهة ال3 بتحبها، ومين شايفه الأقوى. واستعد للفيديو الجاي، لأن عندنا تحليل أعمق لسر وجود الآلهة نفسها، وليه تحديدا كان لازم يبقوا 3.